وانهي. باهي المغرب فاز 2-0 على تنزانيا. حكيم يضع ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة تقريبا. زياش سجل الهدف الأول، ثم هدف ضد مرماه من مواي كيندا مدافع المنتخب التنزاني. المغرب فاز خارج القواعد على أبرز منافسيه اللي هو التنزاني، اللي شفنا في المجموعة هو المنتخب الأفضل على الورق، يعني هذا كله على الورق، لكن حقيقة الميدان حقيقة أخرى. النيجر، زامبيا والكونغو هذوما الفرق الاخرى اللي باش تلعب وباش تواجه المغرب. لعبيه المغرب دخلوا في التصفيات بانتصار صعيب من تنزانيا خارج القواعد. وتصريح مثير الجدل لوليد الركراكي، قال المغرب ليس مرشحا، مش اول مره يقولها، للمره الثانيه ولا الثالثه، يقول لك ليس مرشحا للفوز بلقب بلكان. قلت نوصل للدومي فينال، قال بعد قال كنت في ممكن في الهبله نتاع مونديال قطر 2022 ونصف النهائي التاريخي. وليد الركراكي باش نعطي رايه في التصريح هذا، يبعد في الضغط على روحه وعلى ملاعبيته. شاكر بما انه المغرب من ابرز المرشحين للفوز بالكان. الحقيقة وليد الركراكي يمين في كأس العالم، في كأس العالم بالتحديد وقت اللي كان في قطر، قال راهو المنتخب متاعنا مطالب، وانا جيت لهنا باش نهز كاس افريقيا ويلزمنا نهزوا كاس افريقيا، وقال يزينا من جيبان مدربين يحبوا معناتها يسوقوا لنا الحلم نتاع ديجا ديمي فينال. يظهر لي المغرب معناتها عندها مده ما لعبتش حتى ديمي فينال على مستوى كاس افريقيا. بعد ما قال الكلام هذا قال ديمي فينال 2004 هذول بالضبط، احسن نتيجه 2004 لعب النهائي، لعب النهائي مع تونس. دونك بعد التصريح الاولاني نتاع انه مطالب ويلزم المغرب يهز ويطالب مدربه باش يهز كاس افريقيا، قال ديمي فينال. توا مؤخرا قال راهو نحن ماناش مرشحين مع منتخبات كيما المره الجايه باش يقول ان شاء الله نترشحوا دوزيام تور في الكا بالضبط. دونك فينالمون معناتها كأنه معناتها وليد الركراكي قاعد يسوق في صوره انا نرى فيها ذكيه معناتها. الحقيقه كل مره وين ما تقرب الكان ونرى فيها اتودي معناتها وين ما تزيد تقرب وين ما تقرب الكان وين ما يزيد يطيح في الشارج نتاع البريسيون على الملاعبيه، سورتو اللي ملاعبيه المغرب معناتها حتى ديجا في المقابله الاخرانيه نتاعهم معناتها تقلقوا من ارضيه الميدان لانه بالحق كانت مطر صبت وكانت الكره معناتها صعيب التحكم فيها. ملاعبيه تلعب في الاوروب، ملاعبيه تلعب في بي جي، في جالاتا سراي، في انديه كبرى في الاوروب. هو بيدو حتى سايس معناتها لاعب المنتخب المغربي قال راهو معناتها فما مشاكل على مستوى التحكم في الكره لانه الارضيه كانت صعيبه برشا براتيكابل باعتبار انه فما برشا مطر صبت في الارضيه ذيك. دونك فينالمون وليد الركراكي نتصور انه قال افريقيا ماهيش اوروبا وافريقيا ماهيش كاس العالم، وسيفري انا معاه ونشاطروا. اليوم نحى البريسيون على روحه. احنا جلال القادري قال راهو احنا الاوبجيكتيف نتاعنا مينيموم في الكونترا دومي فينال. بين هذا وذاك احنا كتوانسه كجمهور شنو اعطيونا شنو نجموا نحلموا، خاصه انه الاداء هو حكي على العقد، حكي على العقد. العقد عقد اهداف كونترا فيه توصل للنصف النهائي وتترشح للمونديال. شنو معناها يمشيو به حتى الجزائر هكاك معناها. شنو معناها العقد؟ شنو معناها؟ قال انا نلتزم بالعقد، العقد نتاعي في دومي فينال يتنحى معناها ما يوصلش دومي فينال يتنحى. انا اللهم اذا الجامعه خلته كيما صار في كاس العالم قال اذا ما نمشيش دوزيام تور انا بيدي ما عادش نقعد وبعد الجامعه خليته معناتها عادي في تونس يصير هذا. انا الحاجه اللي نحب نختم بها امين سي كو انه المنتخب التونسي نتاعنا راهو اليوم شهر ونص مازال على الكوب دافريك. فينالمون إلي طون باش الناس الكل تحط ساقيها على القاع، نعرفوا الليسته نتاعنا اللي ماشيه. تو وقت اللي سالوا وليد الركراكي قال براتيكمون باش تكون نفس اللاعبيه اللي تم دعوتهم تقريبا معناها. واضحه اليوم تونس معناتها حنا بعد يرجع ولا ما يرجعش. باهي يعطيونا معناتها اعطيونا حلول. خلينا نفهموا رواحنا يعني. خلينا نفهموا. فرجاني باش يقعد باش يمشي الكوب دافريك، فرجاني نعيم سليتي باش يمشي الكوب دافريك. معناتها نحن بعد 5 سنين خدمه نرجعوا نلعبوا القدام بنعيم سليتي ويوسف المساكني وياسين الخنيسي. بعد 5 سنين خدمه ما لقينا حتى واحد اللي فالابل في 5 سنين. شفنا وقت اللي دخل معناتها لي جون دخلوا كل مره يدخل ان جون ما نعرفش علاش يعمل اون بيرفورمانس. يزينا من تونس، يزينا شاكر من تونس، حكينا برشا على تونس وخذت برشا وقت حيز زمني كبير. المغرب والركراكي والتصريح هذا اللي ظاهر انه يبعد في العينين، يبعد في البريسيون على روحه وعلى الملاعبيه زاد كابتن. بيبعد حتى شيء. ما شنو؟ بيبعد حتى شيء بعدين هذا استهلاك داخلي الروح اللي هو الملاعبيه. حتى الملاعبيه راهو يصام مور وناس بروفيسيونيل وناس عندهم عقليه احترافيه كبيره. هو عملها هكايا هو شافها اللي مش معناتها باش ينقص الضغط على الملاعبيه. الجمهور المغربي الجمهور هو اللي حاط الضغط. الجمهور يتوقع الفوز في كاس افريقيا. كابتن الجمهور تاخذ بعين الاعتبار يا كابتن. عنده ثقل كبير ياسر وقت يقول لك انا وصلت دومي فينال. معناه اقل شيء يقبل به الجمهور المغربي وحتى الجماهير الاخرى معناها اللي هو دومي فينال وينكور
يقول لك يا خويا انت وصدق غاديك احنا يا خويا نطالبوك بالفوز بالكاس، وهذا امور شرعيه. لان المغرب توا هو عارف اللي المغرب معناها الناس الكل تستنى فيها، يستنوا فيها في الدوره، ولهذا يحب يعمل المباراه نتاعو احسن مباراه نتاعو ويربح المغرب، يولي ان سوكسي هيستوريك. والمغرب مره بركه فاز باللقب عام 76 كابتن، من وقتها والمغرب يبحث على الفوز باللقب الثاني. المجموعه دي شو يقول لك راهو معناها انبهر العالم بالمغرب. اذا لم يفوز المغرب بكاس افريقيا فشل عندك انت كابتن؟ لا لم يفوز، هو بلوغ النهائي سي ديجا معناها ما توصلش نهائي فشل، خاطر باش توصل للنهائي تو عنده الحق تو باش توصل للنهائي راهو قداش من محطه راك صحيح، قداش من محطه، مش معناها اربح والماتشوات معناها في 7 ماتشوات لازم توصل للنهائي، دي كونديسيون مش كيف واللي بيصير وكذا. الفريق الذي معناها مش يوصل للفينال معناه يسمى انجاز، خاطر صعب وصعب جدا امام الاسماء الكبيره. احنا هاك العام قلنا كارد فينا كوب دي موند، من هو عام 2018 هذاك 2018 يمكن نسيت. والاخر قال لك كان ما نمشيش انا سي جلال القادري بكل احترامي لي، قال لك كان نمشيش الدوزيام تور. شو تستاء من كلامك يقول هكا باهي كي ما نمشيش الدوزيام تور نمشي هاك ما مشيتش. فهمتي واضح لا اكثر ولا اقل. فاصل المغرب ولا الجزائر فرق تلعب الدرجه الاولى. مونديال اقل من 17 سنه كابتن في اندونيسيا، مباراه وحيده ما زالت تتلعب حاليا، فرنسا السنغال قداش 0-0 96 دقيقة لعب كابتن في المباراة، ما زالت ستمر إلى الحصص الإضافية. المباراة المغرب كان خاسر كابتن حتى دقيقة 94 ضد إيران البارح، في بالي خسر المغرب أنا راه وروحت نعمل هكا حليت السكور نلقى المغرب فاز بضربات الجزاء على حساب إيران، لكن سيواجه عملاق من عمالقة القارة الأفريقية مالي اللي فاز 5-0 على المكسيك، المتأهلين للدور الربع نهائي. اوزبكستان فاز على انجلترا، مالي فاز على المكسيك، المغرب فاز على ايران، البرازيل فاز 3-1 على الاكواتور، الارجنتين 5-0 على فنزويلا، اسبانيا فاز على اليابان 2-1، المانيا فاز على امريكا 3-2 في انتظار الفائز بين فرنسا والسنغال. المغرب كابتن واكاديميه محمد السادس المزود رقم 1 لمنتخب اقل من 17 سنه والمنتخبات الشابه الكل في المغرب. هي علاش تأسست الأكاديمية؟ لتزويد المنتخبات بلاعبين كابتن، وخاصة المنتخب الأول لتقديم منتوج دو كاليتي، والمنتوج هذاك فهمتني ولا بعد يمشي ستاسيون محطة أخرى يمشي لأوروبا. إذا أنت اليوم 17 اتونسيون معناها فما استراتيجية، فما محطات، فما اون كارير معناها كومون جيري الكارير تو سي جون، ومعناها يعطيهم الصحة المغرب وبرافو فهمتي يخمموا في المستقبل. ان في اكسترا اوردينير. تشوف انت يو 17 تشوف حتى الكره النسائيه مش عملت في كاس العالم ترشحوا الكادو فينالي اللي اول مره تطور على جميع المستويات، على المستويات. هذه ثمره العمل وثمره الاستراتيجيه وثمره الامكانيات الاكثر والاقل، معناها ثمره نوعيه البنيه التحتيه. هي الكل عندك بنيه تحتيه باهيه، ثم عندك لازمك عندك اشخاص اللي يحطوا الافكار استراتيجيه بتاعنا استراتيجيه، وفما شكون فوق بالكل شابوتي اللي هو نقولوها احنا الاراده السياسيه. هذا الكل بدون اراده ما يصير شيء، لازم اراده سياسيه في الاخر هي معناها تتوج كل هذا العمل. المنتخب العربي الوحيد اللي شارك في المونديال شاكر هو منتخب المغرب، وتصدر مجموعته معناها تاهل الاول وتوا نلقاو في الربع نهائي. كما كان يحكي الكابتن الحقيقه كان نعملوا مقارنه صغيره معناتها بين المنتخب نتاع المغرب الاو دي سيت هذا ومنتخب تونس اللي حتى في وقت من الاوقات يلعبوا كاس عالم، معناتها نجموا نلعبوا كؤوس عالم ونجموا كيما مثلا منتخب بنيس البوسعايدي البارح معناتها اليوفان كان معنا هزوا اليوناف وماذا بعد، هو بيدو ما يعرفش ماذا بعد، معناتها ما عندهم حتى فيزيون شنو باش يلعبوا ولا الفرق نتاعهم تلعبهم. انا مشكل في ادماج الملاعبيه الشبان عكس المغرب. دونك المغرب هاكا ياخذوهم من اللي هما صغار يكونوهم يلعبوا بهم كؤوس عالم، يحاولوا يبرزوهم من راي العام ويمشي يبعثوهم ومن بعد يمشيوا لاوروبا ومن بعد يرجعوا معناتها كما نقولوا نحن الخام نتاعهم تمشي للمنتخب الاول، وهذاك علاش المنتخب المغربي